لو قلت لك ايه اهم حاجة عندك في البيت، غالبا لو انت بتعز الاكل قوي هتقول المطبخ. وفعلا المطبخ من اهم الحاجات الاساسية اللي لازم تكون موجودة في اي بيت. ولكن هنا في المانيا الموضوع مختلف، فتعالوا معايا اقول لكم بقى الاختلاف في ايه. ليه بقى الموضوع مختلف في المانيا؟ اولا لان المطبخ يكاد يكون مش من الاساسيات في اي بيت الماني، وخصوصا لو انت جاي جديد وعايز تأجر شقة هنا في ألمانيا. أنا عارفة الموضوع ممكن يكون مختلف على حسب كل بلد وعلى حسب يعني الم- المتعارف عليه. ففي مصر مثلا لو انت جاي بتأجر شقة في مصر، غالبا بتاخد الشقة بالمطبخ بتاعها، يعني المطبخ موجود جوه الشقة. زي التويلت مثلا في الحمام موجود في الحمام مفيش حد هيقول لك مفيش تويلت هنا وانت هات التويلت بتاعك معاك، مفيش الكلام ده. في مصر اللي انا اخر حاجة فاكراها، يعني معرفش اذا كان النظام ده اتغير ولا لا، بس شقة بتأجرها بيكون فيها كل حاجة انت محتاجها عشان تقدر تبدأ تعيش في الشقة بشكل طبيعي. في ألمانيا الموضوع غير كده. في ألمانيا في أغلب الحالات ممكن يكون في شقق ما فيهاش مطبخ اصلا، ما فيهاش اي حاجه خالص. المطبخ عباره عن حيطه فاضيه كبيره كده فيها بس وصلات الكهرباء والحاجات دي. ومفروض ان انت لما بتيجي تأجر الشقه بتعمل ايه؟ بتشتري مطبخ جديد كامل على حسابك. كامل مطبخ، بمعنى ان انت بتشتري الدواليب، بتشتري الادوات الكهربائيه زي غساله الاطباق، التلاجة، البوتاجاز، الفرن، كل الحاجات دي بتتحط مع بعضها في بناء المطبخ، يعني بيتقال عليه اين باو كوشر. فالمطبخ ده انت اللي بتبنيه بنفسك، انت اللي بتروح تشتريه بنفسك كل حاجه فيه. وانت اللي بتجيب ناس بقى كمان على حسب انت جايبه منين. في ناس ممكن تيجي تركبه لك بعد كده، وفي ناس زي ايكيا مثلا بتاخد ميعاد وممكن يدوا لك ميعاد بعد شهرين او ثلاثه على حسب هم فاضيين امتى عشان يجوا لك. ففي الحاله دي اكيد انت مش هتضطر، يعني ما ينفعش تقعد 3 شهور ما بتاكلش حاجه في البيت. فالبديل انك تروح بقى تجيب حد من بره حرفي وتدفع له انت كمان من البوكيت بتاعك عشان يعمل لك ان هو يركب الحاجات بالشكل المظبوط. عشان تركب انت بقى، لو انت حبيت بقى تتفلسف يعني وعايز تركب المطبخ هنا بنفسك، موضوع مجهد جدا. ويعني مقارنة الوقت اللي هتضيعه عشان تفهم هتعمل ايه وهتركب ازاي بالفلوس اللي انت ممكن تديها لحد عشان يعمل لك الموضوع ده، يعني بيتهيألي الافضل انك تشوف حد محترف، لانه في النهايه هيركبه لك بشكل كويس. السيلينج بتاع المطبخ هيعمله لك بشكل حلو. التركيبه بتاعت كل حاجه من الحاجات دي مع بعض ليهم سيستم معين عشان كلهم يبقوا زي وان يونت، مفيش حته تبقى طالعه ومفيش حته تبقى بارزه. فمحتاج حد لازم يكون بيعرف يعمل الموضوع ده. في المانيا انت تكون يعني مسؤول عن الموضوع ده في المطبخ. لو رحت تأجر شقه، لو جيت هنا المانيا جديد وانت مش عارف الموضوع ده، ممكن يجي لك شوك شويه، اللي هو طب ازاي يعني ما تدوني المطبخ، انا عايزه شقه عشان اعيش فيها، مش لسه هبنيها من اول وجديد. ففي المانيا دي حاجه موجوده مش في كل الاماكن، برضو لازم اقول مش في كل الشقق. في شقق بيبقى فيها مطبخ يعني انكلودد، ولكن سعر الايجار في الحاله دي بتلاقيه اغلى شويه. الميزه في الشقق اللي ما فيهاش مطبخ، يعني هي اختلاف وجهات نظر طبعا، في ناس بتفضل كده وفي ناس بتفضل كده. في ناس يعني on purpose، يعني ب يعني هي بتدور على شقه من غير مطبخ لسبب معين في دماغها. من الاسباب دي ان الرنت الايجار بتاع الشقه بيكون ارخص بكتير، لان انت ما فيهاش مطبخ فانت اللي هتجيب كل الحاجات دي فالايجار بيبقى اقل. ان انت بتعمل مطبخ على ذوقك، بتجيب الحاجات اللي انت محتاجها في المطبخ باللون اللي انت عايزه بالديزاين اللي انت عايزه، فبيبقى فليكسبيليتي اكتر ان انت تختاري الحاجه اللي انت بتحبها ومريحه ليك يعني في الطبخ، لان يعني انت اللي بتطبخ هنا، فمحتاج يبقى في الانفايرمنت حواليك كده حلوه وموتيفيتيف كده ومشجع، يعني ان انت تعمل حاجه لنفسك. العيب بقى في الموضوع ده ان انت لو فكرت تمشي من الشقه، يعني انت اخدها ايجار مش تمليك، انا بتكلم عن شقه ايجار وجبت فيها المطبخ وعملت كل اللي انت نفسك فيه. عيوب بقى الموضوع ده ان لما تيجي تمشي من الشقه انت محتاج تعمل حاجه من اتنين: يا اما تدي المطبخ ده للراجل صاحب الشقه باتفاق بينك ما بينه، مثلا اشتريت المطبخ المطابخ هنا كمان، يعني ممكن ابقى اعمل فيديو عن الموضوع ده، لان انا رحت ويعني واخدت لي كام اسبوع كده بدور بقى في معارض المطابخ وما اعرفش ايه وكده. المطابخ هنا في المانيا غاليه جدا جدا مش رخيصه. يعني لو هتجيب مطبخ كده يعني على قده، ممكن مثلا من 2000 ل 4000 يورو في الرينج، على حسب الحاجات اللي انت حاططها، الماتيريال، على حسب حسب نوع الخشب اللي في المطبخ، على حسب نوع الرخام، على حسب نوع الاجهزه اللي انت حاططها كل الحاجات دي بتفرق. فيعني لو هتعمل حاجه كده ميزانيه متوسطه من 2000 ل 4000 يورو. فالمطابخ سعرها كبير، فانت الحل الوحيد اللي قدامك لو ماشي بقى من الشقه بعد ما عملت كل ده،
انك تدي المطبخ لصاحب البيت باتفاق، ممكن مثلا يدي لك نص السعر او ثلاث ارباع على حسب استعمالك يعني، وعلى حسب ما هو هيقيم المطبخ ده سعره ممكن يكون ازاي. او الحاجه التانية، لو الشقه جاي لها مستاجر جديد، يعني انت طالع وفي حد تاني جاي هياخد الشقه بعدك، ممكن تعرض عليه ان انت تبيع له المطبخ في مقابل المبلغ اللي انت عايزه. فممكن تمشي بالطريقه دي، وممكن ما تمشيش خالص. بقى في الحاله دي هتعمل ايه؟ ودي بقى من اكتر العيوب اللي اي حد بيقابلها هنا لو اجر شقه واشترى مطبخ هو بنفسه، انك لازم تفك المطبخ، تروح بقى تجيب حد تاني تكنيشن يكون متخصص في الموضوع ده، تدفع له فلوس طبعا كتيره جدا، وديسمانتل بقى يفك كل حاجه في المطبخ وتاخدها معاك للمكان اللي انت رايحه. طبعا يعني ليها عيوب كتيره جدا وليها مميزات ان انت اخدت الحاجه اللي انت جايبها باختيارك وذوقك وفلوسك وكل الحاجات دي، فما خسرتش حاجه، خدتهم معاك المكان الجديد. المشكله بقى العيب ان انت لو رايح مكان جديد المطبخ ومقاساته في شقتك دي مش مناسبه، يعني هتعمل ايه؟ يعني في الحاله دي ممكن تاخد الاجهزه وباقي الحاجات غالبا يعني محتاج بقى تعملها ادجستمنت لو ينفع، ولو ما ينفعش ساعتها يعني ممكن ما تعرفش تستعملها اصلا. ف يعني دي من الحاجات الواحد بيستغربها كتير هنا، يعني انا يعني ليه؟ ليه ما تدوني المطبخ مع التويلت مع الحمام كده، الواحد يعني يبتدي يجيب حاجاته ويعيش في الشقه. وموضوع اصلا انك تدور على مطبخ وتدور على مطبخ في البادجت بتاعتك وتدور على مطبخ في البادجت بتاعتك بكواليتي كويسه، ده موضوع مرهق جدا جدا جدا. ومفيش مطبخ هنا، يعني الاماكن اللي انا روحتها هنا في المانيا معارض المانيه كلها المان صرف اللي بيصنعوا الحاجات دي، مفيش مطبخ هيجي لك تاني يوم. يعني انت لو رحت تعمل اوردر لمطبخ بياخدوا على الاقل ليفرت سايت اللي هو وقت التوصيل بتاعه، وقت الشحن والتوصيل من 3 ل 6 شهور، ده لو انت حظك حلو 3 شهور، و6 شهور ده اللي هو المتوسط، وممكن يكون اكتر من كده نتيجه ان الخامه اللي بيصنعوا بيها المطبخ مش موجوده، او نتيجه الجهاز اللي انت طالبه جوه المطبخ لسه ما متعطل ما اعرفش فين لسه ما وصلش. في ناس مطبخها ممكن قعدت سنه مثلا على ما كملت. فهي ليها يعني عيوب ومميزات. فكل واحد على حسب البلد اللي هو فيها، وعلى كل واحد على حسب كمان ذوقه، على حسب احتياجاته واولوياته بيختار ايه المناسب ليه. فانا ما اعرفش يعني عندكم كل واحد في بلده ايه السيستم هناك. لو انت حبيت تأجر شقه هل بتاخدها بمطبخ ولا لا؟ وهل لو جيت المانيا وحبيت تأجر شقه هل هتفضل انك تاخد شقه بمطبخ، ولا تفضل انك تبني المطبخ من اول وجديد على ذوقك وتتحمل انت بقى كل التكلفه دي؟ فاكتبوا لي في الكومنت انتوا بتفضلوا ايه، يعني احب اعرف. بس كده، تشاو.